الناس بتزور المتاحف علشان تتعلم من الماضي، وأنا اللي بيجيبني المتحف هو مقولة التاريخ بيعيد نفسه. علشان بسأل نفسي دايما، إيه اللي وقعنا فيه زمان ولسه لحد دلوقتي بنقع فيه؟ إيه اللي ممكن لو اتعلمناه يوفر علينا وقت كبير؟ في زمن القضاة ظهر ملاك لمنوح ومراته، قال لهم إن الله قرر يديهم ابن، والابن ده يكون نذير للرب مخصص ليه، قاضي جبار عنده قوة من الله علشان يحرر بيها شعب إسرائيل من إيد الفلسطينيين اللي محتلينهم وبيهنوهم ليل ونهار. ومن هنا اتولد شمشون الجبار. شمشون الله اداله قوة عظيمة علشان يحقق بيها مشيئته، بس شمشون استخدم قوته غلط. شمشون استخدم قوته لحسابه علشان يظهر بيها ذاته وقدراته، يموت 1000 واحد بفك حمار، يشق أسد نصين. كان راجل قوي، بس كان عايش لنفسه وعايش في الخطية. كأن شمشون ما كانش عارف آخرة الخطية دي إيه، ولا كان عارف قوته مصدرها مين. علشان كده بنلاقي شمشون ليه جولات من الضعف قدام شهواته، بيضعف قدام واحدة ورا التانية، وكانوا كلهم دايما بيخدعوه ويستغلوه ويسلموه لإيد أعدائه، لحد ما شمشون وقع في حب دليلة اللي اعترف ليها بسر قوته، وهي اتفقت مع الفلسطينيين عليه وسلمته ليهم. خسر حريته وقوته وحتى بصره. في النهاية شمشون هو بطل من أبطال الإيمان، ولما رجع لربنا قوته رجعت له تاني. بس قصة حياته بتورينا نموذج الشخص اللي على حياته دعوة من الله، بس هو بيضيعها باستسهاله الخطية. وإحنا النهاردة محتاجين كلنا نراجع نفسنا علشان ما نكررش اللي وقعنا فيه زمان، ونتعلم من حكايات شعب الله.